نودع المكان الجميل هذا، متوكلين على الله، حاسبناهم وبسم الله على بركة الله. والله المسافة طويلة 815 كيلو، ولكن ما أدري، قبل المغرب بشوف مدينة على الساعة 6 أقرب مكان وأوقف فيه وأنام فيه، لأن والله مشوار مرة طويل، فما أقدر الوقت على المشوار ذا كامل. يلا بسم الله، توكلنا على الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون. اللهم نسألك بسفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوى عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمس ذي أخذتها بسرعة، ما أدري من التعب، والله طق 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 سريع سريع. أي واحد يراعي سيكل شايب يطالع. بسم الله على بركة الله. يا أخي السيد، الشوارع اللي زي كذا زي اللي صادفني. شوف، ما فيه وشيبان يا عمي. نبغى بشويش. هذا الخوف من خط كفر. بسم الله. كفر إذا لف يسار مع الحجارة والخط، إذا لف يسار ولا شيء على طول يطيح الدباب، يفلت منك. هذه مشكلة الجولد، لأن الخطوط ما هو على الشوارع اللي زي كذا ولا على التراب. عزفلت تمسكه جلد على طول، حجر صغير كذا يتكي قدامك، حتى لو انك تسوق ما ادري كم سنة على طول يطيح منك، يعني ما تقدر تتصرف. والله اني احسبها 500 طلعت 800، انصدمت. 9 ساعات والله كثير تو ماتش، ولكن بمشي 500 600 اوقف. وبكرة ان شاء الله على ترابلو ترابلي، مدري ترابلو، مدري المدينة ايش اسمها. عز الله في كامبينج هناك يو فخم 4 و7 في ترابي. ايوه ترابي اسمه، في ترابي في كامبينج فخم مرة، 4 وتقييمه 4 و7. هذا تقييمه اللي كنت فيه 3 يعني سبحان الله حتى تقييمات كويسة. صح، ما هي بخطأ. دخلت الظاهر تركيا التقييم، والله ما أدري شي الدولة. أشوف التقييمات على فنادق مثلا، أتاري يقول للزباين قيموني يرفعون مستوى التقييم، بعدين يطلع ما هو نفس التقييم، ما هو نفس الجودة اللي أنت تبغاها. هنا الكامبينج لا، والله أنا لاحظت أن التقييم نفسه صح. أدري أنا حاطه في 1 ولا لا. الكفر اللي ورا من 42 هو صح، بس ما أبغى 42، أنا أبغى أكثر. أنا عندي حمل ورا، ولا خليها 42. هو أصلا 42 37 تقريبا زي كذا، الله اني ناسي. لا في الواحد. شوف يعطونك اللفة عشان ايش؟ تاخذ راحتك في الكيرف، يوسعون لك اياها.
والله زين، والله نمت نومة أمس يا هي أليمة من تعب. يعني تخيل خلصت من الباخرة ونزلت نمت لي كم ساعة كذا، والله نمت نومة حلوة وعلى طول مسكت خط، يعني من سفر في سفر. وبعدين على طول ما الا وصلت وطلعت على المدينة، مشيت مشيت مشيت، اكتشفت شوية لو اني في السنتر اسأل عن البيتزا وكذا، شو ما دريت الا والله اني في السنتر كذا فجأة. يا سلام، اطالع الا والله معارضين حقين الليمون هذا، شجرة الليمون بشكل كبير. فاسأل واحد قلت اشوف كل منتجاتكم كذا ليمون ليمون ليمون، قال لي وهذه المدينة تشتهر بالليمون. قل لي كده، قل لي يا عبد الكريم الحين الحوسة، وانت منين جيت يا ابني؟ طبعا الخط زحمة. يلا روح. ونسيت ارفع الدباب، خلني اتأكد منه. هذا شكله بيطول. لا مرفوع كويس، مرفوع. ثانك يو فيري ماتش. والله حسبت على 18 بالعاده، اذا اخذت انا في خط من هناك قصير بس قلت لا بجي من هنا، صح طويل شوي بس ممتع. يعني حتى بالتصوير امس صورت وبصور اليوم زياده. ايوه ممتع شوي ذا. والله زحمه، والله شكلي برجع. والله زحمه زحمه فل. والله برجع، زحمة ما عاد فينا من الزحمات. برجع بدور وارجع، حتى جوجل يقول ارجع. طب نظل في ذي الزحمة ساعة اعرف انا. يصيبكم وذولا قسم بالله ما عند متفاهم على أولهم. والله برجع أحسن لي أزين لي الخط ذاك. خلاص خذنا فيه خير ذي ومش تمشينا وانبسطنا. أشوف لي تدوير أظن فيها، ما أعتقد فيها في دوارة الظاهر قدام. دور معه وارجع. ايوه من هنا 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 من هنا. واو بغى يطيح الدباب هذا، باص مدارس يا الله يشغله. حرام ما عندهم الأولى.
يا الله يا هذا المنظر الجميل، الله منظر رهيب. شو هذه الجبال، انا الظاهر اني كنت هناك في هذيك بس الطريق زي ما قلت لكم رجعت لانه متعرج وزحمه اعرفه انا. جيت امس السياره في السياره، الله والله مناظر ما شاء الله تبارك الرحمن جميله جدا. نسيت ما اعبي الهواء الكفر خلفي، اعبيه شوي لعلي القى محطة ان شاء الله الجاية. لقيت حادث دباب الله المستعان، ظاهر انه من اقول لكم اللي يتجاوز من النص هذا توه يعني الرجال طايح في الارض. مشيت قلت اشوفهم قاعدين عنده وكذا. دباب هذه حقت السباق البرتقالية الصحراوي يسمونه، اتوقع انه متجاوز من النص ومسرع، واقول لك مره ما يسمعون ذول على طول سريعين. نفق يلا سلام. هذه سانتورينا، هذه اللي كنت فيها امس، هذه هي. الله مدينه جميله صراحه، حقها يوم يومين بالكثير، انا ما احب اطول في الحدود. شو هذه سانتورينا. طبعا خطها ممتع جدا جدا جدا، والبلد حقه رهيب صراحة. كان ودنا والله نوقف هنا نصور، بس صورنا كل شيء أمس. والله ودك تخلل واو يا المنظر تحت، واو يا المناظر تحت السفن. الله يا المناظر سانتورينا. شوف الزحمة كيف، والله يا المينا، الله 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 الله، لا إله إلا الله يا جمال المكان. الطبيعة هنا ممتعة جدا، ما ودك لا تمشي 20-30 لين توصل تستمتع. الخط كله متعة. طبعا مرة مناظر حلوة، ولكن الكاميرا علقت ما قدرت اصور. وقفت اتقهوى هنا، طبعا 5 يورو 2 يورو 3 يورو، باقي لي 350. وسبحان الله وانا قاعد اصور بالجوال فاتتني لفة، قلت خيره ومشيت الا والله اني على الخط السريع اللي بيدخلني في قرى، بس انا كان بيمشيني مع البحر، ولكن نبغى خط نمشي. فالحمد لله هذا نتقاوى ان شاء الله، وبعدها نتوكل على الله ونمشي. الان نعلق علم ايطاليا ان شاء الله. والله المفروض من امس اني حاطه بس نسيت منه،